الإعلامي المغربي صامد غيلان في أقوى رد على المهزلة الإفريقية والعقوبات اللي حددها الاتحاد الإفريقي على المغرب والسنغال. كان كيبقى فيا الحال ملي تسرقنا المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والعاشره. ملي كان داكشي على عين من عدي، ملي كان كيجي الاربيط كيحيد لك بيلانتي وكيعطي الفرقه الاخرى بيلانتي ويخرج لك واحد الحمراء. تسرقنا في 1988 في المغرب، تسرقنا في كاس العالم ديال 2018. شوف، الكره تستعمل في افريقيا لتنويم الشعوب، وهذه المساله معروفه جدا، ولذلك تدخل الكثير من الحسابات السياسيه وسط داكشي. خاص هذا الشعب يفرح، هذا الشعب قرب يدير مشكله في البلاد، خاصو يفرح، هادو خاصهم يطلعوا، هادو خاصهم يبقاو، داكشي داير فيه الفلوس، دايره فيه المراهنات، كاين بزاف ديال الحوايج. اذا السرقه كانت دائما موصوفه وبالدليل ومع سبق الاصرار والترصد. المشكل اللي كان في الكاس الافريقيه ما كانش غير سرقه كرويه، كانت باغا تسرق بلاد كامله. هذوك المجهودات اللي كان دار المغرب كاملين واللي كانوا غيبينوا واحد الصوره جديده للعالم من خلال تنظيم هذه المنافسه، بنادم من الاول كان كيحفر لك باش ما تنظمش، وبنادم من الاول بدا كيمشي مرحله بمرحله اللي كيظهر المغرب كعدو اول لافريقيا. شكون كنتي كتسنى من العقوبات ديال الكاف؟ بان يرجع لك حقك ما غاديش يرجع لك بهذه الطريقه. حقك انت غتغضب براسك بمشاريع هيكليه، بالاستثمار في كره القدم، بالاستثمار في الصحه والتعليم، بالقفزه النوعيه اللي تكلم عليها صاحب الجلاله، بهذا المشروع الجديد اللي كيندير ميناء الناظور، بمشاريع واحد اخرين اللي كيتخدموا عليهم. حنا ما عمرنا صدرنا الازمات ديالنا للخارج، حنا ما عمرنا كنا عيانين لدرجه انه قلبنا على عدو خارجي باش الناس بداو يقولوا وعباد الله ما كيحملوناش، وراه كيحفروا لينا. داكشي اللي كيدير النظام الجزائري واللي كيديروا الكثير من الانظمه، كل واحد كياخذ واحد العدو افتراضي سواء بصح ولا ماشي بصح وكيكب عليه كلشي. الناس اللي تكلموا على دور في الاعلام خاصو يكون قوي، والاعلام خاصو حتى هو الفلوس، والاعلام خاصو يكون تاثير. ودائما ما كنقول بانه حنا عندنا مد شرقي ديال التاثير ومد غربي، ولكن الا كنت انا غنطور الاعلام لاجل المناكفه ما كاينلاش. حنا المغرب كيتكلم على راسو من خلال العمل اللي كيدار على مستوى الدوله. عندنا مشاكل ولكن المشاكل ديالنا كنناقشوها بيناتنا.